قبل ما نبدأ الفيديو حابب أشكركم على ال200 مشترك، شكرا لكل واحد بيكتب تعليق حلو، بجد كل مدى بحس إن حلم ال1000 مشترك بيقرب أكتر، شكرا ليكم إنكم بتتفاعلوا مع أي فيديو أنا بنزله، وإن شاء الله أقدم لكم الأفضل على طول، ويلا بينا على رحلة ال 300 مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا جماعة؟ فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن لعبة جي تي اي في اي، ونشوف التريلر اللي نزل قريب بيقول إيه، غير كده كمان هنتكلم عن المشاهد المقرفة اللي بتقدمها روك ستار للاعبين سلسلة جي تي اي، وواجب التحذير كمان إن الجزء ده بيدعم الكيان المحتل، فلو انت حابب تنزلها تقدر تستخدم المواقع المجانية اللي موجودة دلوقتي قدامك على الشاشة. ويا ريت يا جماعة ناخد بالنا من كل لعبة بنلعبها، لان بجد في اجندات وحاجات انا محرج حتى ان انا اتكلم فيها. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش كمان ان المقاطعة برضه حرب ومش هتنتهي غير بنصر اخواتنا ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبس من غير كلام كتير خلونا ندخل على فيديو النهاردة. مستعدين؟ يلا نبدأ. التريلر التاني اللي نزل من كام يوم لجي تي اي في اي كان فعلا متعوب عليه من ناحية الجرافيكس والدقة السينمائية، وده مش غريب على شركة زي روك ستار لانهم دايما بيحبوا يبينوا ان شغلهم مبهر وعالي الجودة. بس السؤال هنا الجودة دي بتتوجه فين؟ يعني انت تعمل لي تريلر اتش دي وتخليني اشوف مدينة فايس سيتي وهي راجعة بكل تفاصيلها، تمام، بس لما كل التفاصيل دي تبقى مليانة قلة ادب وانحطاط اخلاقي وسلوكيات هابطة يبقى احنا ما بنتكلمش عن لعبة، احنا بنتكلم عن مصيبة في صورة لعبة. من اول ثانية في التريلر هتلاقي التركيز على البلطجة، البنات النص عريانة والمخدرات وكل الحاجات اللي تخلي الواحد يسأل نفسه هو ده الترفيه؟ هو ده اللي عايزين يبيعوه للجيل اللي جاي؟ حتى المشاهد اللي المفروض تكون عادية تلاقي فيها ألفاظ خارجة أو إيحاءات جنسية أو تصرفات منحطة، وكل ده تحت اسم الحرية والواقعية، وده بصراحة كذب ونفاق. اللعبة دي بتقدم أسوأ نسخة من الإنسان وبتصور العنف والإباحية على إنهم ستايل حياة. تفتكر مثلا إن في أطفال أو مراهقين ممكن يلعبوا اللعبة دي؟ أكيد، رغم إن التصنيف بلس 18، بس الكل عارف إن الأطفال هيلعبوها خصوصا مع شهرتها واليوتيوبرز اللي بيعملوا عنها محتوى. يعني شركة روك ستار عارفة كويس جدا إن اللعبة دي هتوصل للأطفال، ومع كده مالوها بمشاهد وكلمات وتصرفات ما ينفعش تتشاف ولا تتسمع في بيت محترم. ده حتى التريلر نفسه لو شغلته قدام عيل صغير هتحس إنك بتشغل فيديو من مواقع منحطة مش إعلان للعبة. نيجي بقى للبطلين جيسون ولوسيا اللي في التريلر ظاهرين كأنهم نسخة من بوني اند كلايد لكن بأسلوب شوارع، سرقة وعنف، ولوسيا بالذات تحس إنهم بيقدموها كرمز للفجور مش كبطلة لعبة. لبسها وكلامها ونظراتها كلها معمولة علشان تثير عينك مش علشان تكون شخصية ليها أبعاد، وده يخلينا نقول إن روك ستار مش بس بتستغل عنصر الجريمة زي زمان، لا دي بقت تستغل الغرائز بكل وضوح وتحط لك في اللعبة كل حاجة غلط وتغلفها باسم الحرية، وفي الآخر تقول لك اللعبة للكبار. يعني زمان حتى لما كنا بنلعب جي تي اي سان اندرياس أو فايس سيتي كنا بنسرق عربيات ونجري من البوليس ونعمل حوارات، بس اللعبة كان فيها جو عام من المغامرة والمتعة وحتى الشخصيات كان ليها قصة وإنسانية. لكن دلوقتي جي تي اي في اي شكلها هتبقى كلها قلة أدب وإباحية وتسويق للانحراف بطريقة صريحة، مفيش أي نضج ولا عمق ولا حتى هدف غير إنها تخليك تدمن الانحراف اللي جواها. كمان التريلر بيورينا لقطات من مواقع التواصل، ناس بتصور جرايم، بنات بيعملوا لايف وهم لابسين لبس فاضح، وبوستات وتحديات على السوشيال ميديا بشكل سخيف، وده يؤكد إن اللعبة مش بس بتحاكي الواقع، دي بتروح للواقع البايظ وبتقول للناس اعملوا كده، خليكم فوضويين، اتصوروا وانتوا بتضربوا، اشتهروا بأي شكل حتى لو كان على حساب الدين والأخلاق. يعني باختصار جي تي اي في اي شكلها هتبقى اكبر كارثه نزلت في عالم الالعاب، وكل تريلر بينزل بيثبت ان روك ستار ماشي على سكه تبيع الفجور ونسميه فن. ويا ريت كان في حبكه دراميه او هدف محترم، لا كل حاجه معموله علشان تخليك منبهر بالشكل وتتناسى القذاره اللي جوه اللعبه. واللي يقهر اكتر ان ملايين بيستنوا اللعبه دي بشغف ومش دريانين انهم داخلين على حاجه هتبوظ مخهم اكتر ما هتسليهم. وانا مش ضد وجود العنف في الالعاب ولا ضد الحريه، لكن لما اللعبه تبقى ماشيه كلها على دماغ الفجر والانحراف والفساد وبتحاول تبرره وتلمعه ساعتها لازم نقف ونقول لا كده كتير. لو روك ستار فعلا شركه محترمه كانت ركزت على القصه والشخصيات والاسلوب السينمائي بدل ما تفرغ المجهود كله في انها تعمل لعبه تبقى نسخه من العالم المنحل اللي حوالينا. وبس كده يا جماعه، كده ينتهي فيديو النهارده، وقولوا لي في التعليقات هل لسه مستعدين ان انتوا تلعبوا اللعبه دي لما تنزل ولا لا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.